عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد إبراهيم من EAIC الفرع الثاني لتويوتا الحرفين في مدينتي. احنا طبعا ازاي الاسبوع اللي فات كان حد من الاخوه الافاضل سالني عنده عربيته بيجي يدور عربيه صبحيه، اول ما يمشي الصبح فالعربيه بتقطع معاه وهو ماشي، فبيقول لي بضطر استنى اسيبها على ما تسخن، بعد كده ابدا امشي فالعربيه تظبط معاه، بسيبها اقل حاجه 10 دقائق. فطبعا الموضوع ده هنقول لكم بتحل مشكلته ازاي او سببه ايه وايه السبب، وهل بقى كده اي حد لسه شاري عربيه جديده اول ما يبدا يمشي اول ما يدور عربيه يمشي على طول ولا يبدا يسخنها؟ بالاخص موضوع تسخين العربيه، وطبعا ده منتشر في العربيات القديمه من زمان، فالكل عنده فكر العربيه اول ما تدورها تسيبها اقل حاجه 5 دقائق او 10 دقائق العربيه تسخن معاك. تعالى ما كده اوضح لكم. بص كده في الرسم معايا. بص يا جماعه، الموضوع ده محير ناس كتير من الاخوه المتابعين معانا، لان على طول دايما اي حد يسالني بيقول لي ادور عربيه اسيبها تسخن ولا امشي على طول، وايه مشكلتها وحصل مشكله معاه. موضوع تسخين المحرك في الصباح صح ولا غلط؟ هل ادور العربيه وامشي بيه على طول ولا اسيبها تسخن بالاخص في الشتاء؟ طب ليه بعض العربيات لو دورت ومشيت على طول بيحصل رعشه او تقطيع في المحرك؟ ايه السبب؟ تعال نشوف. بالنسبه للعربيات القديمه اللي هي الكربيراتير كان لازم تدور عربيه وتسيبها تسخن 5 دقائق، من 5 ل 10 دقائق. اما العربيات الحديثه اللي فيها نظام الحال الالكتروني زي الموجود في الصوره عند الاخ احمد كده، اللي هي EFI اللي هي الكتريك فيول انجكشن، في بتدور وتمشي على طول. ده بالنسبه للعربيات الجديده، بتدور وتمشي على طول، بس ممكن تسيبها من 30 ل 40 ثانيه، بتظبط الحزام بتاعك، بتدور العربيه، بتظبط المرايات وتبدا تمشي، هتاخد معاك من 30 ل 40 ثانيه وتمشي على طول. طب ليه ليه بعض العربيات لو دورت ومشيت على طول بيحصل رعشه وتقطيع في المحرك؟ ايه السبب؟ كده يبقى في مشكله عندك في في المحرك، ان العربيات الكويسه ما فيهاش اي خطوره ولا اي حاجه. لو كان الامر في خطوره كان ما كانش الكنترول في العربيات الجديده رفع الار بي ام ل 2000 في بدايه الدوره. اما بالنسبه للعزم والاداء لازم يكون المحرك بتوصل درجه حرارته المثلى اللي هي 82 ل 97 درجه مئويه، اللي هي النورمال تمبريتشر سنسور. ده احسن كفاءه واحسن قدره تاخدها في المحرك، اللي تكون درجه حرارته اللي هي من بين 80 ل 97 درجه مئويه. المحرك عشان يشتغل بيضخ البنزين، بينضخ من خزان الوقود ومنها الى الرشاشات البنزين، فبيخرج على هيئه رذاذ، فبيتصدم بجسم الصباب، فبتحول لبخار. عشان يتم عمليه الخلط، اللي هو خليط الهواء بخليط الهواء والبنزين في الغرفه. ايه المشكله اللي بتحصل؟ ان بيكون في كربون في الغرفه وعلى الصباب بالاخص، فبيعمل عازل حراري بين جسم الصباب وبين البنزين، فبدل ما تحول من البخار من الرذاذ للبخار بيدنوا فتره على ما يبدا حجم الغرفه نفسها تسخن، فبتعمل معاه مشكله. طبعا دي المشكله اللي بتحصل معاكم.